ازيكم يا شباب؟ قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ايه رأيكم في جولة جديدة داخل أحداث فيلم جديد نزوله أثار جدل كبير قوي وخلى الناس تطالب بشطب فنانة ليها شعبية كبيرة من النقابة ومصادرة الفيلم، وده لأن فيلمنا النهاردة هو أصحاب ولا أعز. بيبدأ الفيلم بصوفي، ودي بقى الخبرة بتاعت الفيلم، بنت مي ووليد. بتدخل أمها عليها وبتقول لها أنت رايحة فين؟ فالبنت بتقول لها أنا رايحة لتينا صاحبتي، لكن أمها بتقول لها أنا لقيت واقي ذاكري في شنطتك، وانت شكلك كده رايحه تقابلي جلال صاحبك مش تينا، وهتحطي راسنا في الوحل. ولكن البنت بتنفض لها، ولما بتروح مي علشان تشتكي ابوها بيتصدم، لكن مش عشان البنت رايحه تجيب لهم العار، وانما علشان امها بتفتش في شنطتها، وده لان وليد ده حاجه كده اللي بان ذكر ارجل منه. وبيظهر بعد كده الكابل التاني مريم وشريف، وهم مصريين عايشين في لبنان وبيستعدوا علشان يروحوا يسهروا مع باقي اصحابهم. ولكن قبل ما مريم تخرج بتروح تقلع ملابسها الداخليه الاول. هي الناس في الفيلم ده مش طايقين يلبسوا ليه، وبتاخد في ايدها حلقة ملوخية مع شوية أرانب. بيتجمع بعد كده شريف ومريم مع وليد ومي، وبيجي الكابل التالت زياد وجنى، وبيوصل في الآخر سيد الرجالة ربيع عشان يشوفوا كسوف القمر، عقبالهم كده يا رب. بعد كده بيبدأ البنات يسألوا ربيع عن البنت اللي مصاحبها اللي اسمها رشا، فبيقعد يتحجج لهم ويقول لهم أصل خالتها بتغسل ومعرفتش تيجي. وبعد كده شريف بيقفش مراته وهي بتشرب شوية خمرة، فبيقولها انت بتشربي تاني؟ فبتقول له يا عم كبر مخك، ما انا من الصبح ببوس في اصحابك، جت على البق ده. بعد كده بتتلم الشلة كلها وبيجيبوا في سيرة صحابهم الغايبين عن السهرة النهاردة، سيمي ونور، وبيبدأوا يحكوا إن نور مصدومة ومنهارة لأنها اكتشفت إن بعد العمر ده سيمي بيخونها مع بنت قد بنتهم عندها 22 سنة. وبيبدأوا كلهم يتناقشوا إن التليفونات هي السبب في البلاوي دي كلها، وهي اللي فاتحة الناس. وبتبدأ مي تسأل الشباب توافقوا إن حد من زوجاتكم يفتش في تليفوناتكم، وكلهم بيقولوا لها طبعا ويعملوا نفسهم جامدين وبتاع. فبتقترح مي عليهم لعبة جديدة يكسروا بيها الملل، وهي إنهم يحطوا تليفونات جنب بعض، وإن أي حد تجيله مسج أو إيميل يقراها قدام الكل، ولو حد جات له مكالمة يفتح السبيكر. في البداية الرجالة بتتوتر شوية، لكن بعد شوية ضغط حلوين بيوافق الكل على اللعبة. وأول واحد بتجيله رسالة بيكون زياد، وبتجيله رسالة من رقم غريب وبتقوله عاوزاك دلوقتي ويلا عشان مستعجلة مستعجلة قوي. وزياد بيكون هيموت يعرف مين دي، ولكن مراته قاعدة جنبه ملبشاه. وبمجرد ما زياد بيرد على الرقم بيكتشف إن وليد صاحبه عامل فيه مقلب وبيكلمه من موبايل بنته. وبيضحك الكل وبيقول لهم وليد ان دي لعبه ملهاش معنى، لان اكيد كل واحد عنده حاجه مخبيها. وبتدخل صوفي خبره الفيلم وبتقول لابوها انها نازله، كانها محتاجه اذن، قال يعني نازله تبيع سبح. وبتحاول جانا تكسر حده الموقف، فبتقول لهم ان هي وزياد بيحاولوا يجيبوا بيبي. فبترد عليها مريم وهي بتبص لزياد وعاوزه تقول له يا دكري، فجوزها بيقول لها تقصدي ايه يعني؟ فبتحاول تداري على الموقف وهي اصلا نفسها تقول له هتفهم تلميحاتي صح. بعد كده بيجي تليفون لمي، ولان من حفر حفره لاخيه وقع فيها وقعت هي كمان في شر اعمالها. لما الكل عرف ان ابوها لقالها دكتور تجميل كويس، وبعد الضغط عليها بتضطر تعترف انها نفسها تكبر الجي وتنفخ الدي. فجوزها بيزعل لانه اصلا دكتور تجميل، فليه تروح بره لما ممكن هو يعمل الفورمه اللي تعجبه ويبقى جوحها اولى بلحم طوره. لكنها بتقوله ان الموضوع ده شخصي، لو حد غريب ممكن يعمل العمليه، انما انت جوزي فسوري ما ينفعش. فبتبدا جانا تسال مي مش انت معالجه نفسيه وبتقنع الناس يقبلوا بحالهم وبجسمهم وهو زي ما هو، ليه بتغيري في جسمك؟ فمي قالت لها انا حابه اعمل كده، وبعدين كبري مخك ده اكل عيش يعني. بعد كده بياخد شريف ربيع على جنب وبيقول له انه جاي له صور فاضحه الساعه 10 ومراته هتنفخه، فايه رايك ان موبايلاتنا شبه بعض نبدلها، وكأن الصور دي جات لك انت بما ان صاحبتك مش هنا ومفيش حد هينفخك. ولكن ربيع مش بيوافق وبيسيبه ويمشي، ولكن بعد زن كبير جدا بيضطر ربيع يوافق، وبينتهز شريف الفرصه وان الكل مشغول مع ربيع اللي قام يلعب رياضه فجاه في نص العشاء، وبيبدل تليفوناتهم. وبعد كده بتروح مريم تقف مع مي وبتضحك بشكل هستيري، وبعدين بتقول لها انت عارفه ان جوزك بيتعالج عند دكتوره نفسيه غيرك وانت بتعملي عمليات مع واحد غيره، ايه العيله دي؟ فمي بتقول لها عرفت ازاي؟ فبتقول لها شريف قال لي وحلفني ما اقولكيش، وانت كمان اوعى تقولي لجوزك اني قلتلك. فمي بتقول لها عيب عليكي سرك كبير. وبتروح تقول لجوزها انت بتروح عند دكتور نفسي غيري، وربنا كانوا المفروض يسموا الفيلم صحاب ولا قعر. واخيرا جت اللحظه الحاسمه، وتليفون شريف اللي مع ربيع جات له المسج. وفي الاول ربيع بيحاول يداري من صحابه التليفون، لكن زياد بياخده بالعافيه، وبيكتشفوا انها صور مش تمام مبعوته له من واحده اسمها اليزا، وبيقعدوا يتفرجوا على الصور كلهم ويقعدوا يحتفلوا بربيع. وبعد كده بتخرج الشله كلها للبلكونه عشان يتفرجوا على الكسوف، لكنها حاجه جديده عليهم طبعا، وبتكون جانا الوحيده اللي معاها موبايلها علشان تصورهم مع الكسوف. فزياد بيقول لها هاتي انا اطول منك وهصور احسن، عشان يتفاجئ ان في رساله جايه لها من الاكس بتاعها اللي اسمه روميو. فبيبدا يزعق فيها ويقول لها هو انت لسه بتكلمي الاكس؟ فباقي الشله بيحاولوا يهدوه ويقولوا له خلاص يا عم دي هي اللي سايباه والموضوع اهبل يعني.
وبيرجع زياد يصورهم تاني، فبيلاقي رسالة جديدة من روميو ده بعت لها فيها انه عايز يعمل علاقة، بس بقيت الرسالة مش واضحة. فبيبدأ زياد يشك فيها ويزعق لها، وهي بتحاول تهديه وتفهمه انه بيحكي لها عن واحدة بيحبها، وهي شوية تنفض له وشوية تكون كويسة معاه، وانا بكلمه كصحاب يعني. وبعد ما الموضوع هدي رجعوا كلهم يكملوا العشاء اللي مش بيخلص من اول الفيلم ده. بعد كده جات لوليد مكالمة من صوفي بنته، فبيفتح وليد المكالمة وبيرد عليها، فبتقول له ان جلال صاحبي عاوزني ابات عنده النهارده، وانا كنت وعدته اني هدخل معاه في علاقة، بس دلوقتي خايفة ومترددة. فبابا بيقول لها طالما ان بابليك ونو فيلينج يبقى سو وات، مش بقول لكم ان اللي بنى الذكر ارجل منه. بعد كده بيجي شوية رسائل على تليفون ربيع اللي هو بتاع شريف دلوقتي من واحد اسمه روي، ولما مريم بتلاقي رسائل روي دي مريبة بتجبره يرد. فبيبدأ روي يقول له اديني حنان من اللي انا مش حاسه بقالي زمان، وانت حبيب مش جدع وسبتني للوجع، وكلام من هذا القبيل. فطبعا كده شريف بدل موبايله عشان ما يبقاش بتاع نسوان، بس دلوقتي بقى بتاع رجالة. وطبعا مريم بتنهار ومش مصدقة ان ده جوزها ابو ولادها، وانها يا ريتها كانت جابت بغبغان ملون كان نفعها اكتر. في الوقت ده بيحاول ربيع يقول لهم ان هو اللي عجله مش شريف ولا حاجه، ولكن شريف بيسكته اصله عجبه الموضوع قوي. في الوقت ده بيجي رساله لزياد من الجوهرجي وبيقول له الحلقه اللي اشتريته مني عجب الموزه ولا لا. وبما ان جانا مراته مش بتلبس حلقان اصلا فبدات تشك فيه. ولما نيكول زميلته في الشغل بتتصل بتجبره انه يرد، وبتسمع من نيكول دي ان زياد كان في علاقه معاها وانها حامل منه. فطبعا جانا بتتصدم وبتنهار وبتروح تحبس نفسها في الحمام، وبتجري وراها مريم وبتحاول تهديها وتقول لها يا اختي اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، احمد ربك ان جوزك طلع بتاع ستات، انا جوزي طلع بتاع رجاله. بعد كده بتيجي مي مرات وليد وبتشد زياد لاوضه فاضيه وبتضربه بالقلم علشان طلع بيخونها هي ومراته مع نيكول، وبترمي له الحلقه اللي كان جايبه لها هديه. ولكن وهي خارجه جوزها بيشوفها، لكن ده اليف مفيش منه خوف ومش بيعمل حاجه. في الوقت ده بيجي شريف يخبط عليهم الباب جامد وبيصرخ في مريم وبيقول لها ان في حد بعت لها رساله على الفيس، وبيسالها انت لابسه ملابسك الداخليه ولا مخليه. فبتبدا مريم تقول لشريف ان ده مجرد واحد على الفيس، لا عمرها كلمته فون ولا قابلته. ولكن شريف بيتصل بيه وبيصر ان مريم تكلمه عشان نتاكد، لكن قدام رفض مريم بترد مي بدلها، وبيتاكد شريف ان اللي بينهم مجرد كلام وبس. ومريم بتقعد تزعق وتعيط وتقول لشريف انها عاوزه تتطلق، وانها بتضطر تعوض انوثتها من كلام واحد غريب لانه منفض لها ومقضيها بره مع الرجاله، وبتسيب القعده وبتمشي. وبعد كده بيعترف ربيع للكل ان هو اللي شاذ مش شريف، وانهم لازم يقبلوه على عيبه. فبيرد شريف وبيعاتبهم وبيقول لهم ازاي كنتوا عاوزين ربيع يعترف لكم انه شاذ؟ ده انا الساعه اللي عشتها شاذ في وسطيكم كانت اكتر ساعه صعبه في حياتي. وبتطلع بعد كده جانا من الحمام وهي سترونج اندبندنت، وبترمي دبلتها لزياد، وبتروح لربيع وتسلم عليه وتحضنه وتقول له يا ريتهم كلهم كانوا زيك انت، مفيش منك، والحمد لله ان مفيش يعني. وبينتهي الفيلم بمشهد تخيلي غريب وكأن اللعبة من الأساس ما اتلعبتش، لأن وليد رفض يشترك فيها، وإن الكل مخلص سهرته سعيد من غير مشاكل، وكل كابل مروح مع مراته والكل مبسوط. طبعا لو كنا بنلعب في مصر كانت الشبكة زمانها واقعة ومحدش جاله أي اتصالات ولا مسجات، والكل برضه روح سعيد. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.